طلع من العراق على الكويت، ومن الكويت بقى ممكن يومين أو 3 أيام، ما طول أكثر من 3 أيام، وطلع على الأردن، ومن الأردن سافر على السويد. بالسويد هناك أول ما وصل سلم نفسه كلاجئ سياسي، وقال أنا عندي معلومات حتى يثبت أنه هو ينطوا لجوء، فلازم أنه يثبت أنه هو بالمخابرات ويثبت القصة اللي جاء عليها. قال أنا لاجئ سياسي، أنا عنصر بالمخابرات العراقية، وعندي معلومات عن الشبكات المخابرات العراقية اللي موجودة بالسويد وموجودة بأوروبا، والعمليات اللي قامت بها المخابرات العراقية. فهنا الشيء يعني أمن دولة، وهذا الشخص أنه يريد يقول كل هاي الأسرار. المهم المخابرات العراقية هنا عرفوا أنه طبيعة مخابراتهم الموجودة بالعالم، عرفوا أنه ماجد عبد الكريم بالسويد، ويريد ينطي أدلة أو إثباتات على وجود المخابرات العراقية بالسويد وبأوروبا، وهذا الشيء كبير، ثمنه كبير. المهم المخابرات العراقية حاولوا أنه يرجعون ماجد عبد الكريم بالابتزاز، صاروا انه حجزوا اهله، عائلته حجزوها، وصاروا يهددونه انه لا ما تجي عائلتك ما يطلعون من السجن، انه نعذب هذا. المهم ماجد عبد الكريم عنصر بالمخابرات العراقيه ونقي، فيعرف كل هاي الشغلات، ما اهتز ولا جاوبهم انه يعني بايعها. المهم بعد فترة حاولوا المخابرات العراقية لكن بدون أي جدوى، لأن شخص متمرس وقبل لا يخرج هو يعرف الأساليب اللي راح تمشي بها المخابرات العراقية حتى يهددوه يرجع، وإذا يرجع هو ميت. المهم فهذه هاي الشغلات هو كان يعرفها مسبقا، فصار يتعامل ويا الحكومة السويدية ويا المخابرات السويدية حتى يعطيهم معلومات عن المعلومات اللي يعرفها عن المخابرات العراقية اللي موجودة بالسويد وبأوروبا. هنا الحكومة السويدية قبلته بصفة لاجئ سياسي، وحطته ببيت موجود بأرياف ستوكهولم، قريبة عن العاصمة السويدية ستوكهولم، بالأرياف، بحيث أنه مكان بعيد عن الناس هذا بالأرياف، وكانت بالأرياف موجودة كم بيت ومزارع. المهم حتى يبعدونه عن الناس، يبعدونه، لأن عنصر مهم، وممكن المخابرات العراقية بما أنه موجودة بالسويد وموجودة بأوروبا فممكن يوصلوا له يعرفوا عنوانه. المهم وايضا انه ماجد عبد الكريم شخص يعني انه يعرف طبيعه التخطيطات المخابرات العراقيه، يعرف انه الصور اللي يجرون بها الشخص المخابرات العراقيه، فكان يتجنب كل العالم، يتجنب العرب، يتجنب انه شغلات استبزاز مال بنات وما بنات يرسلوها الشخص وبعدين يبتزونه، فصار يتجنب وحذر كلش بما انه هو عنده معلومات هوايه. هاي المعلومات والقصه عن ماجد عبد الكريم كتبها الصحفي السويدي مانس أكمان بكتابه اللي اسمه مهمة من بغداد، هي قصة ماجد عبد الكريم. فالمهم قاعد ماجد بمنطقة بأرياف ستوكهولم، بيوت قليلة وماكو ناس هواية، فهناك كان انه مستقر وحس بنفسه بأمان وبعيد عن ضجة العالم، بعيد عن العرب، بعيد عن ممكن المخابرات انه يوصلوا له. المهم بقى هناك مدة سنة، من سنة 1984 إلى سنة 1985. ماجد بما أنه هو قاعد بريف ووحده وبيوت قريبة قليلة عليه، فحب أنه شوي ينفح عن نفسه، ما قاعد بالسجن، فحب أنه يطلع يتمشى بالغابات، يلعب رياضة. فصار هو يطلع يشوف ناس قليلين. يوم من الأيام هو طالع شاف مرة وزوجها وعندهم 2 أطفالهم يودوهم للمدرسة. لما مروا من يمه ابتسموا إليه، فانه يعني شاف ناس، واخيرا شاف ناس، هاي ابتسم لهم وراحوا. بعد فتره صار كل فتره يطلع هذا يشوفهم ذولا، يا اما المره تاخذ الاطفال المدرسه، اما الرجال ياخذ الاطفال المدرسه. يوم من الايام لمح المره تحكي شوي الاطفال باللغه العربيه وخاصه باللهجه اللبنانيه. المهم فبقت بباله هذا الشيء. بعد فتره هم شافهم وهذا، وشافهم هم يحكون باللهجه اللبنانيه، فحب انه يسلم عليهم. سلم عليهم وقال لهم انه انا عراقي، وقال له احنا لبنانيين. فهنا ماجد ذكي، راد يعرف ذول العائله موجودين بهاي المنطقه قبله لو بعده. فسالهم قال لهم انه انتم من اي دوله؟ قالوا له احنا من لبنان. قالوا انا من العراق. فانه عرف هاي العائله موجوده قبله بسنين، موجوده بالبيت الفلاني، يعني بمنطقه او بيت قريب عليه بالقريه. فهنا شويه امن هذا الشخص، امن ماجد. فبعد فترة صاروا انه بما انه هو يطلع وقريبين عليه، فصارت انه علاقة بين العائلة وبينه،
يجون العائلة عنده أو هو يروح لهم يعزمونه على أكل مثلا لبناني عربي، فصارت إنه تواصل بين العائلتين. أحيانا المرأة زوجها يروح للشغل وهي تودي الأطفال للمدرسة وتجي تفطر يعني أو تتغدى هي وماجد سوا. البنت اسمها جميلة الشافي. المهم فصارت انه تقضي الوقت مالتها بين ما انه تودي الاطفال، صارت تقضي الوقت مالتها عند ماجد لحد ما تروح تجيب الاطفال وترجع. فمرت ايام لحد ما صار شويه شعور بين ماجد وبينها، يعني بدون علم زوجها. المهم صار لحد ما صارت علاقه بين ماجد وبين جميله الشافي البنت اللبنانيه. صارت علاقة، فصارت تسأله انه انت ايش عندك هنا، ليش اجيت، شنو قضيتك، بما انه يعرفون اللي يجي للسويد بذاك الوقت لاجئ، وخاصة العراقي لاجئ سياسي. المهم لكن ماجد حذر، ما كان ينطيها معلومات، يقول لها انه انا طلعت انه من الوضعية مال العراق وهذا، لكن ما كان يعطيها معلومات. وبعد فترة من علاقة جميلة الشافي بماجد عبد الكريم اعلن اختفاء ماجد عبد الكريم. لكن هنا ماجد هو تحت حماية المخابرات السويدية، بما أنه هو قضيته حساسة ومطلوب للمخابرات العراقية. فهنا حكومة المحل، حكومة المنطقة، حكومة الريف انطت ملف اختفاء ماجد للمخابرات السويدية. وصارت المخابرات السويدية تحقق هل ماجد صار عليه شيء خطر أو ماجد ممكن انتقل لمكان ثاني. فصاروا يبحثون المخابرات السويدية لحد ما لقوا بالغابات القريبة على بيت ماجد 48 كيس، وهاي الأكياس الصغيرة كل كيس موجود بيها قطعة من جسم ماجد. فهنا صار تحقيق بعملية قتل ماجد عبد الكريم، وهنا الملف أخذوه المخابرات السويدية. صاروا يحققون لحد ما وصلوا الدليل أنه جميلة الشافي هي اللي كانت بعلاقة ويا ماجد. فراحوا الجميلة الشافي، راحوا للبيت مالتها، شافوها ما موجودة، لا هي ولا زوجها ولا حتى الأولاد. هنا المخابرات السويدية خلال تحقيقهم عرفوا أنه جميلة الشافي هي عضوة بالمخابرات العراقية. ولما ماجد عبد الكريم اجى لهاي المنطقة، هي اجتي هي وعائلتها قعدت بنفس المنطقة، لكن هي كذبت على ماجد، قالت احنا قبلك. وبعد العلاقة اللي صارت بين ماجد وبين جميلة الشافي البنت اللبنانية اللي تعمل بالمخابرات العراقية، بعد العلاقة انه جميلة الشافي فتحت او انطت الضوء للمخابرات العراقية حتى يدخلون على بيت ماجد ويقتلوه. وكان من ضمن المخابرات العراقية هو الملحق الثقافي اللي موجود بالسفارة العراقية، الملحق الثقافي اللي هو نفذ عملية الاغتيال، وبالمساعدة مع جميلة وزوجها ان هم قطعوا مال الجسم مال ماجد ورموه بالغابات. هنا كان السفير العراقي بالسويد كان محمد سعيد الصحاف. رفعت الحكومة السويدية دعوة قضائية ضد السفارة العراقية بالسويد بقيادة محمد سعيد الصحاف. لكن اللي اكتشفوا بعد ما صاروا انه جميلة الشافي وزوجها والملحق الثقافي كانوا مطلوبين للقضاء السويدي، عرفوا انه طلعوا هذول الاشخاص، طلعوا جميلة الشافي والباقين والملحق الثقافي طلعوا من السويد على الدنمارك، ومن الدنمارك على باريس، ومن باريس راحوا للعراق فهربوا. هنا الحكومة العراقية رسلوا على محمد سعيد الصحاف، بما انه محمد سعيد الصحاف انه هو السفير العراقي فعنده حصانه ما يقدرون يلقون القبض عليه. فمحمد سعيد الصحاف رجع للعراق ودزوا بمهمه ثانيه ممكن يعني بغير دوله. فهنا الحكومه السويديه يقولون بالكتاب اللي كتبه هذا الصحفي السويدي مهمه من بغداد، يقول لحد الان قضية مقتل ماجد عبد الكريم لحد الآن مفتوحة، ولحد الآن موجودة دعوة ضد جميلة الشافي وضد زوجها وضد الملحق الثقافي. لحد الآن موجودة، هذا الملف مفتوح، لكن من ال 85 لحد الآن ما وصلوا ذول الأشخاص. هاي قصتنا اليوم شباب، وإذا وصلت لنهاية الفيديو لا تنسى مثل كل مرة اللايك، وإذا ما مشترك بالقناة تشترك بالقناة، وهذا أكبر دعم لي. مع السلامة شباب.